السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح الأرجنتين كسبت كأس العالم. لغاية دلوقتي احنا شايفين بعض الناس بتتكلم عن الماسونية في أي حدث، في أي حركة، في أي مكان، أي فكرة، أي علامة، أي لون، أي حاجة. عايزين نرشق في الماسونية وخلاص. الماسونية دي شالت الطين بسببنا. فكله قال لك ميسي الماسوني خد كأس العالم. كريستيانو معانا، طيب ممكن يكون معانا. ليه؟ ليه كريستيانو ممكن يكون معانا؟ علشان مش حاطط وشم، علشان بيبقى قريب من المسلمين و اقسم بالله العظيم انا عمري ما حبيت ميسي، عمري ما حبيته. انما بعد اللقطه بتاعت امبارح قعدت كده اتفرج على اول مره اسمع كلمه ماسونيه في حياتي، صوت وصوره. كانت اول مره سنه 1999. وان شاء الله اذا رب العالمين من علينا بالصحه والعمر وفضلنا عايشين هوريكم صوت وصوره ازاي شفت كلمه ماسونيه لاول مره في حياتي سنه 1999. خلاص. هو محقق، هو محمد ميسي. هو الواد ميسي حاطط عين الدجال. دي عين مين دي؟ دي عين مين؟ الواد اللي بيقول ان ميسي حاطط عين الدجال، دي عين الدجال. كتير من الاوشام يا جماعه في بلاد زي المكسيك وايطاليا وايرلندا، الاوشام هناك بتعبر عن طلاسم بيتعمل بيها سحر في بعض الاوقات. وعم ميسي حاطط هنا طبعا عين الماسونيه. انا ما اعرفش عين الماسونيه، انا عارف عين حورس، ما اعرفش عين الماسونيه. اعرف عين حورس بتاعت القدماء المصريين، انما عين الماسونيه دي بتاعت المسيح الدجال ما اعرفهاش. مع محمد ميسي. محمد مش عارف ليه كل ما اجي اقول ميسي اقول محمد ميسي. اسكتي بقى اسكتي، اشتم. بس الجنيه بتقول لي اقول حاجات انا مش عايز اقولها، فانا بحاول امسك نفسي. المهم محمد ميسي. محمد ميسي يا جماعه، هنسمي ميسي محمد ميسي، احنا هنسميه محمد ميسي. ميسي لما جه الهرم عشان يعمل دعايه للسياحه المصريه، علشان يروج لنا للسياحه. في واحد ممكن يقول لي ايوه طبعا، هو انت هتنكر ان في عالم المال والاعمال السياسه بتخش والمصالح بتخش و بتخش بتخش كل حاجه بتخش في عالم المال والاعمال. ايوه ماشي، يعني احنا دلوقتي اتفقنا ان ميسي الماسوني دولة مصر جابته يروج لها للسياحة، رغم ان احنا عارفين ان هو ماسوني. طب ما خفناش يعمل لنا طلسم؟ في واحد ممكن يقول لي لا يا باشا، انت ليه بتاخدها بالشكل ده؟ ما تاخدها بشكل تاني. الماسون كده كده عايزين يستفيدوا، فالفلوس اللي هتخش لميسي هم اولى بيها. فهم قالوا عادي نودي ميسي يعمل ترويج للسياحة المصرية وناخد منهم ملايين الدولارات. هو احنا مش هنتفق ان الماسون بيحارب دولة مصر الشقيقة في انها ما تقفش على رجليها؟ مش الماسون بيحاربونا ان احنا ما يبقاش عندنا ولا سياحة ولا طاقة ولا تكنولوجي ولا تعليم ولا اي حاجة؟ مش الماسون بيحاربوا مصر ان هي تبقى عاجزة وترقى عليهم؟ صح. يعني هم بيصرفوا فلوس علشان احنا نتضرر. يعني الماسون مستعدين يصرفوا تريليونات علشان احنا نتضرر. ملايين ايه يا معفن اللي هياخدها ميسي من دولتك عشان يديها للماسون؟ ملايين ايه اذا كان الماسون الاعظم قادر يصرف على ميسي لغايه يوم القيامه هو واهله ودولته كلها؟ ليه هيبعتوا لك ميسي؟ ليه ميسي هيوافق يجي يعمل ترويج لدوله مصر المعاديه ليه؟ ما هو اي حد ماسوني بيكره مصر. طيب هو احنا مش ممكن نكون مجندين ميسي؟ انا مجنون، انا واحد مجنون وبقول ان ميسي ممكن يكون متجند من الامن القومي، وكريستيانو ممكن يكون متجند من الامن القومي، وافيخاي ادرعي. افيخاي اقسم بالله العظيم انا لو مكان عمر سليمان هجند ميسي وهجند كريستيانو وهجند افيخاي. والله العظيم ده في ناس كتير قوي في فيديو المخابرات والانتصارات ان شاء الله هتشوفوها معانا في الامن القومي. اللي حصل امبارح يا جماعه مش حاجه يتباهى بيها
شباب الاخوان المسلمين على النت ويفضلوا يقولوا ده بعد 100 سنه الناس هتبقى فاكره اللحظه وهتبقى فاكره قطر بعد 100 سنه ان شاء الله باذن الله العالم الاسلامي كله هيتف عليكم وهيديكم 100 جزمه فوق دماغكم وهيقول ان انتوا كنتوا طاعون والحمد لله رب العالمين ان ربنا قضى عليه من دوله العالم الاسلامي ان شاء الله رب العالمين باذن الله. اما الشيء الكويس في اللي حصل من تلبيس ميسي العبايه بالنسبه لعالم الماركتينج والتسويق، الشركات بقى يا جماعه والمؤسسات العالميه ما شاء الله بقى في الدعايه والاعلان والفاشون والبرفورمز، الناس اللي بتصنع والناس اللي بتنتج والناس اللي بتشتغل هتاخد اللقطه دي وتعمل منها ترويج بقى للسلع والمنتجات بتاعتها. هتلاقوا ميسي بقى بالعبايه على التيشيرتات على على المجات في الفوانيس، هتلاقوه في كل حته يعني. والصين هتعمل شغل عالي جدا يعني الصين ان شاء الله في رمضان اللي جاي. يمكن تميم معمول برضه، يمكن تميم معمول. اوعوا تشكوا في ان ترامب مش معانا. انا عايزكم تبقوا قاعدين في فيديو المخابرات والانتصارات ان شاء الله اللي ربنا ييسر له الحال باذن الله ويطلع لكم للنور باذن الله. هتلاقوا في حاجات غريبه، هتلاقوني بقول ان ترامب معانا وهتلاقوني بقول ان تميم معانا وهتلاقوني بقول ان ناس كتير قوي بتكرهنا معانا. خلاص انتوا عارفين فلسفتي في الحته دي. نرجع بس في حته الماسون عشان الماسون خلاص ابتدوا يملوا في حربهم معانا. ميسي ماسوني، كريستيانو مش ماسوني. ليه؟ ممكن يكون كريستيانو ماسوني وميسي مش ماسوني، وممكن يكون كريستيانو وميسي الاتنين معانا ممكن، وممكن يكونوا الاتنين ضدنا ممكن، وممكن يكونوا الاتنين حالقين لنا مش في دماغهم احنا اصلا ممكن. انا عايزكم تحطوا كل الاحتمالات. بعيد انت دلوقتي بس الله يرضى عليك عشان الجنيه بتدوس على عبد الرحمن بشتغل الساده المشاهدين. معلش يا جماعه اصل الجنيه لما بقول حاجات غريبه عليها هي كمان بتيجي تعمل لي تعويذه كده صغيره. انا مصاحب جنيه. المهم يا جماعه ده في ناس يا جماعه لقيتهم جايبين صوره واحد لابس قرن خروف وبيقولوا ده اله الماسون ظهر في استاد لوسيل في نهائي كاس العالم. ماشي يا عم، الحته بتاعت انك تصدق ان ميسي ماسوني علشان حاطط وشم عباره عن عين وتقول دي عين الدجال دي وحشه قوي. ده انا شفت يا جماعه بوستات جايه قدامي وواحد بيتخانق بيقول انا اول واحد حطيت صوره الخروف وقلت الاله هيحضر في قطر، وتاني واحد بيقول له لا ده في فلان قال قبليك ان في الهه ماسونه هيطلعوا في قطر، وفي طلعت الالهه الماسونيه في قطر. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا ليه متعودين تحطوا نفسكم في بوتقه تفسير اللي هيحصل في المستقبل اللي محدش يعلمه غير رب العالمين؟ انتوا مش عارفين تفسروا اللي حصل في الماضي. انتوا مش عارفين تفسروا ليه ميسي جه تحت الهرم وعمل دعايه للسياحه المصريه. ليه عمل كده؟ في واحد ممكن يقول لي مصالح وفلوس وهو خد كده، وفي واحد ممكن يقول لي انه معانا مثلا ممكن يكون معانا، وممكن يكون اكبر عدو لينا. انا يا جماعه في الفيديو ده مش عايز اقول لكم فلان معانا وفلان ضدنا، انا عايز اقول لكم ان وانتوا بتتعاملوا مع الماسون حطوا كل اللي انا ممكن اكون ماسوني لحين اشعار اخر. بس في حاجات ممكن تكذب ان انا ماسوني بدليل اني انا قعدت مع الفريق حسام خير الله في مكتبه. مش توروا الناس ان انتوا مش فاهمين ايه اللي انتوا بترصوه، كلام بترصوه خلاص. يعني ايه ميسي جه هنا سياسه؟ وبعد ايه السياسه؟ ايه الغرض منها؟ مصالح. ايه الغرض من المصالح؟ جايبينه تخليص حق، يبقى احنا ماسكين عليهم ذله. ما هو الماسون الاعظم يا جماعه مش هيساعدك غير لما تكون انت ماسك عليه ذله. الماسون الاعظم مش هيبقى منصاع ليك الا لما تكون بتساومه. انت تقدر تساومه؟ انت يا جربوع يلي بتنتمي للاخوان المسلمين تقدر تساوم الماسون الاعظم؟ ده انت قاعد في حضنه في انجلترا يا حقير. مين اللي يقدر يساومه؟ الله يرحمه الرئيس مبارك، عمو عمر. ابطال اللي يساوموا الماسون الاعظم يا جماعه، ابطال عاشوا حاربوا ودافعوا عن الدين والوطن، مش جرابيع صناعه الماسون. لا، ممكن ميسي وكريستيانو يكونوا معانا، وممكن افيخاي يكون معانا، وممكن ترامب يكون معانا. والله العظيم ما بتريق، اقسم بالله انا خلايا مخي العصبيه
ما بتستبعدش الكلام ده، وممكن كلهم يبقوا ضدنا. انا اقصد ان انتوا تحطوا الاحتمالين وما تخافوش من الجرابيع اللي قالوا لكم دول هيبقوا مع المسلمين. ما انتوا جرابيع اصلا، انتوا عايشين في انجلترا، فباي حق تقولوا يعني انتوا عايشين في انجلترا وبتنفذوا التعليمات اللي الحكومه الانجليزيه بتفرضها على الجامعات الاسلاميه جوه انجلترا، فانتوا مالكوش دعوه بينا، انتوا مش معانا. والله العظيم الاخوان المسلمين مش معانا، هم في خندق واحنا في خندق. الاخوان المسلمين خلاص ربنا المستعان بقى في ان الشباب الصغير اللي طالع وكان مايل ليهم يرجع بقى بعيد ويفهم بقى الدنيا ماشيه ازاي. شفت بعض الاكونتس اصحابها في شات بيني وبينهم في 2011 و13 وهم بيسالوني عن شويه حاجات عن الماسونيه وعن المخابرات، فلقيتهم بيتكلموا بشكل غريب جدا عكس الشكل اللي هم كانوا بيسالوني بيه من 10 سنين. فقلت سبحان الله، هي السوشيال ميديا بتغير الانسان؟ امال لما رب العالمين يمن عليك ويديك 10 مليون جنيه او 100 مليون جنيه او 3 تريليون دولار هتعمل ايه في البشر؟ هتعمل ايه؟ واحد بيقول للتاني انا اول واحد قلت كده وانتوا مش مصدقيني، والتاني بيقول له لا ده في فلان، واحده دخلت قالت له لا ده في فلان الواد التاني دوت اللي كان بيقول قبليكوا. الناس قاعده على النت تتخانق مين فيهم اللي قال ايه قبل مين، مش عشان حاطط وشم يبقى ضدنا ومش عشان حاطط وشم يبقى معانا، بس احنا لازم نفترض الحالتين، ممكن يكونوا معانا وممكن يكونوا مش معانا. ينفع يكونوا معانا؟ ينفع يكونوا معانا، لان في عالم التجنيد يا حبيبي انت وهو ما كانش ينفع رأفت الهجان يطلع يصلي في المسجد الاقصى. وانت لما تزرع جاسوس، هنعيد تاني الكره تاني هنعيدها، لما نيجي نزرع الجاسوس في وسط الماسون هنقول له احنا هنزرعك وانت بتصلي وانت بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ولا هتديهم عين الدجال بفرض ده عين الدجال وتديهم سهم ما اعرفش مين وتحط تعويذه على رقبتك؟ هو احنا لو حبينا كمخابرات مصريه نجند حد في وسط محفل ماسوني، اكبر محفل ماسوني في العالم اللي في ديترويت، لو احنا حبينا نجند حد من اللي شغالين جوه من سنين فاتت، هنطلعه تقي وارع بيصلي الفجر حاضر، ولا هنطلعه ايه؟ هنطلعه دجال ابن افاعي هنطلعه ماسوني، هنطلعه متخرم في كل حته وفي حلقان وفي هنطلعه كده؟ ما احنا هنتجسس عليهم ازاي؟ هنودي لهم واحد شيخ خلاص كفايه عشان الجنيه بتقول لي فنش الفيديو ده. المهم مع السلامه واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.